السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا للناس اللي ما اتجوزتش، للناس اللي عندها امراض، للناس اللي نفسها مثلا تسافر تروح اماكن حلوه او تجيب مثلا عربيه معينه او تروح مكان جميل. للناس دول بس ما عندهمش الامكانيه ان هم يعملوا ده. مبدئيا كده يا جماعه، في علم النفس حاجه بتقول لك ايه، معلومه يعني بتقول لك ايه، ان المخ ما بيفرقش ما بين الحقيقه والخيال. دي اول معلومه. في معلومه تانية، ان احنا كلنا بنتساوى في حاجه، يعني كلنا بنخاف، كلنا بنقلق، كلنا بنفرح، تمام. المشاعر ديت بتنتج، يعني بيبقى سببها حاجه، التفكير اول حاجه، وانزيمات وهرمونات في الجسم. يعني مثلا واحد سعيد او واحد مبسوط او واحد مستمتع، فيه هرمونات للسعاده وهرمونات للذة. الهرمونات واحده عند كل الناس، فاهم. دي تاني معلومه. تالت معلومه، مش مهم انت خدت ايه، يعني مش مهم انت معاك ايه او ايه اللي بيحصل، تمام. لو انت شايف ان الشيء ده ممتع والشيء ده جميل والشيء ده متعك ايا كان صغير او كبير، هيخرج هرمونات السعاده وهرمونات المتعه وهرمونات النشوه اللي هي متساويه عند كل الناس. اللي هو لو واحد مثلا بياكل اكله مش عارف ايه، واحد مثلا بياكل فول، معلش، او واحد مثلا سافر المالديف، واحد مثلا راح اسكندريه، واحده حد مثلا متجوز، واحده مثلا بتلعب رياضه، او مش مثلا بتعمل حاجه بتحبها، كلهم متساويين، نفس الهرمونات، نفس الانزيمات، نفس المشاعر، مفيش فروقات. فمش هتحصل على المشاعر دي او تحس بالكلام ده غير لما تكون راضي. كل ما ترضى اكتر تلاقي ربنا بيرضيك بالحاجات اللي معاك، ويحقق لك منها السعاده والرضا والمتع كلها في الحاجه القليله اللي معاك. بس لما ترضى كده وتبقى شايف نعمه ربنا فيها. حضرتك وانا واللي معاه ملايين واللي معهوش حاجه خالص، كلنا عندنا الان دلوقتي في ظروف حياتنا شيء ممكن نشكر ربنا عليه، شيء ممكن يخرج عندنا مشاعر النشوة ومشاعر السعادة. كلنا أيا كان، من اللي عنده أصغر حاجة للي عنده أكبر حاجة في الدنيا، عندنا نفس المشاعر ونفس الحاجات كلها. اللي عنده بقى شيء قليل أو كده، لما تشكر ربنا عليه وتبص لفايدته معاك وتحاول تستمتع بيه بالشيء اللي معاك على حسب المتاح. يعني انت ظروفك ايه، شوف ايه المتاح وتحاول تتبسط وتستمتع بيه، هتلاقي ورضيت وتقبلت ده، وما بصيتش مثلا لايد اللي في غيرك او اللي مع غيرك هو معاه احسن او دي كلها يا جماعه ماديات، ما تاثرش، كل حاجه جواك، المشاعر كلها جواك، مفيش مثلا مشاعر من بره هتجيلك زياده. مشاعر الرضا، مشاعر الاندروفين، مشاعر السعاده، كل المشاعر دي جواك، مفيش حد مثلا بيجي يساعدك، لا، انت السعاده من جواك، وهرمونات النشوه من جواك، وهرمونات المتعه من جواك، بس انت اللي بتخرجها. وهي بتخرج مظبوط لما حضرتك بترضى. كل ما ترضى وكل ما تتقبل الظروف وتتقبل اللي معاك وترضى، تلاقي ربنا بيرضيك بالشيء اللي معاك، ويزود مشاعر السعاده ويزود مشاعر المتعه، ويخليك سعيد اكتر في حياتك ويرضيك. ده عن تجربه، يعني لازم نرضى. صباح الفل. في سباق ماشيين